السلام عليكم ورحمة الله. بنعرف معاكم من سويسرا من جديد. الفيديو ذا متاعي موجه للجيش التونسي السري اللي يعمل في الفيديوهات على الديلي موشن، اللي البورت بارول متاعهم يعمل في الفيديوهات. ان توكا سمعت اللي اليوم معناها نهار 23/10 اليوم في الشهر. تو احنا خاطر دخلنا في 11 نهار 13 ابريل. سمعت اللي وزارة الداخلية عندها مدة تحاول باش تتصل بكم واتصلوا بالسفارات الأجنبية الأوروبية باش يدخلوا لهم باللي زاتاشي ميليتير اللي موجودين في السفارات باش يدخلوا لهم، وعملوا معكم موعد. عندهم مده يجري وعملوا معكم موعد اليوم في المهديه من 11 نتاع الصباح، يستنوا فيكم حتى ل 9 نتاع الليل. سمعت بكم ورفستوا ما حبيتوش تقابلوهم. نحب نشكركم على الشيء هذا ونشجعكم باش تكملوا في البوزيسيون اللي انتم ماخذينها تو. احنا معملين عليكم، الناس اللي تعرفكم، انا شخصيا نعرفكم، عندي فكره عليكم، ما نعرفكمش شخصيا عمرنا ما حكينا، لكن عندي معلومات تقول لي انتم شكون. نجم نقول اللي انتم واقفين كالشوكه في حلق الخمنجيه والداخليه والجيش، بالاخص المجرم رشيد عمار. عندنا امل كبير فيكم بالنسبه للناس اللي تثيق فيكم، ابار الجرابع وشويه الخنافس اللي فما في فيسبوك وغيره اللي يسبوا ما يعرفوهمش فاهمين حتى شيء. ما نجمش نقول بهيم خاطر نطيح قدر البهيم اذكى منهم. ماذا بيا كان تكملوا هكا، ما عندكم علاش باش تقابلوهم الناس هذوما مجرمين وحكايه زايده باش تقابلوهم باش يعملوا معكم بيعه وشريه، وانتم يظهر لي ماكمش نتاع بيعان وشريين، يظهر لي رجال وعندنا فيكم ثقه كما قلت لكم. كملوا في هذا، ما عندكم علاش تقابلوهم. الهدف نتاعكم واضح والهدف نتاعنا وغيرنا. الجرداني لازم يخرجوا من تونس ونحاولوا نرجعوا تونس كما كانت قبل. نحب نقول لكم حاجه اخرى يا جيش، انا راني اتصلوا بي عندي مده، كانكم انتم جيش تونسي حر اكثر من واحد، انتم فرقه ما نعرفش عددكم قداش، انا راني وحدي. اتصلوا بيا في الناس عندهم، شفت حتى تصور نتاعهم مصورين في السفاره التونسيه نتاع بيرن عاصمه سويسرا. قالوا لي نقابلوك ورفضت، وحكيت في الفيديو بعدها في نهارتها. من وقتها ما عاودوش يتصلوا، يخافوا يقول لك نعاودوا نكلموه يعاود يحكي علينا في الفيديو من جديد. المده هذه سمعت بهم يلوجوا على داري، هما ولا الجيش، وزاره الداخليه الجيش يزوز مع بعضهم عاملين مجهود كبير باش يلوجوا على داري. فما حتى شكون بمرايات يمكن صاحبهم يعرفوه، مش باش نجبد عليه، اللي عنده كرهبه قري قاعد يتبع فيهم بلاصه لبلاصه. معنا الناس هذوما يحبوا يعرفوني مكان السكنه نتاعي، عندهم مخطط، هما محضرين رواحهم وانا محضر روحي. الناس هذوما يا اما يعملوا بيعه وشريه يركعوك، ولا يوكلوك معاهم بما انهم مجرمين وسراق، ولا يتخلصوا منك. ما فما حتى حاجه. انتم يظهر لي الجيش رجال، احنا معاملين عليكم. انا نشكركم على المجهود اللي قايمين به. نشكركم على اليوم رفضتوا باش تقابلوهم في المهديه، قاعدوا يستنوا فيكم في الكلاب حتى ل 9 نتاع الليل او تو نص ساعه. كملوا في الموقف هذايا. وما تنساوش وكان صارت لي حاجه راكم في بالكم، يظل لي عندكم معلومات لا تشي ميليتير اللي هنا في بيرن شنو يعمل ويسالوا عليه، وفي بالكم باش انا نزيد ناكد لكم راه ما لوجوا لي على دار، راكم في بالكم. بون. في اخر الفيديو نحب نقول لكم اللي فما فيديو هبطته نتاع الجرابع جرذان سوريا، ذبحوا فيه شاب سوري. على خاطر الفيديو ذاك سكروا لي كونت. ملي هبطت الفيديو ذاك من غدوه سكروا لي كونت، مو عندي 3 كونتات، زوج سكروهم الجربه، واحد سكروه لي فيسبوك على خاطر الفيديو ذاك. الفيديو هذا باش نهبطه توا معناها بعد الفيديو هذه ب 10 دقائق، مش باش نخليه. حاولوا تسجلوه عندكم بالريال بلاير ولا دبروا يوسكم تهبطوا عندكم، خاطر باش نعاود نحيه، خاطر فيسبوك ديجا سكروا لي عليه كونت، مش باش نقعد كل مره نحل، كل نهارين نحل في كونت جديد. هاكا باش نهبطوا توا خاطر السوريين، صحابي السوريين اتصلوا بيا قالوا لي وين الفيديو مهم يبين لكم الاجرام نتاع جرذان سوريا، خاطر اجرام جرذان تونس النهضه نعرفوه، اجرام جرذان ليبيا نعرفوه، مازال كامل الاجرام نتاع جرذان سوريا باش تشوفوه المره هذه على عينيكم بالفيديو هذا. شكرا، السلام عليكم.